ايه ده؟ حسيسي، ايه ده؟ انت مالك خسيت كده؟ انا شخص يحب يقرا ويحب يحكي للناس على اللي هو قراه. اهلا بكم في حلقات جديده من برنامج الدحيح. اشد تاثيرا واكثر استمرارا احمد غندور. انا الدحيح والدحيح انا افضل صانع محتوى ديجيتال في مصر. كنت متوقع بقى مشاهدات كثيره. الحلقه الاولى فشلت فشل ذريع بطريقة كوميدية ممتعة وظهور خفيف الظل وباللهجة المصرية مع عشرات المعلومات المفيدة والقليل من الخيار والتفاح، قدر يجذب ملايين من قلوب الشباب العربي. الدحيح زي ما الناس بتقول عليه أو اسمه الحقيقي أحمد الغندور، باحث وصانع محتوى مصري. والدحيح أبو حميد زي ما بيلقب نفسه، اتولد في 12 مايو 1994 وهو كان طالب شاطر جدا في مدرسة لحد ما وصل للجامعة الأمريكية في القاهرة وبقى من أحد الطلاب المتفوقين فيها، وتحديدا في علم الأحياء كلية العلوم. وهو أول ما بدأ أصلا حقيقته ما كانش معاه فلوس وكان على قد حاله. وفي سنة 2014 بدأ ينشر بعض مقاطع فيديوهات على اليوتيوب، والفكرة دي جات له بعد ما شارك بمسابقة علمية في بريطانيا، والمسابقة دي بتدور إن هو يقدم فكرة علمية في 3 دقايق عشان يعجب بيه الكثير بسبب طريقته وبساطة شرحه، وشجعوه إنه يبدأ ينزل فيديوهات على اليوتيوب. فبدأ إن هو يصور، خد كاميرا من أخوه وقماشة سوداء من والدته وشوية من الإضاءة الخفيفة عشان يبدأ ينزل أول فيديوهات. وفي الفترة دي استمر في الدراسة واختارته الجامعة مدير عام في اتحاد الطلبة، وكمان الجامعة اختارته إن هو يقدم برنامج حول الجامعة وشؤون الطلبة. وفي سنة 2016 حصل على البكالوريوس في علوم التطبيقية. وأما في 2014 بدأ يرفع أول حلقاته. كان الموضوع غريب ومختلف لأنه كان بيقدم حاجة الناس مش متعودة عليها. انا تقريبا اول واحد يعمل ده في العالم العربي. إنه كان بيقدم أفكار علمية بطريقة كوميدية عشان الناس تقدر تفهمها ببساطة وبسهولة. الفكرة بقى إزاي تقدم موضوع علمي من غير ما المشاهد يمل ولا يزهق. الفكرة إنه كان بيقدم المواضيع العلمية اللي بيقدمها الترند اللي كان وقتها عشان يقدر يجذب الناس. honestly hundreds of thousands of views. بس للأسف كل ده ما حصلش، وكل حلقة كانت بتترفع ما كانتش بتعدي 200 مشاهد، ده غير الانتقادات والكومنتات السلبية اللي كانت بتجي. كل ده أحبطه، اللي كان متوقع إن الحلقات دي هتعمل ثورة في العالم العربي، ورد الفعل الضعيف ده خلاه قريب من إنه يبطل خالص. I was the popular guy amongst my friends. بس بيقرر انه مش مهم المشاهدات وانه بيحب يتعلم ويشارك اللي بيتعلمه، فعلا بيكمل حلقات بشكل شبه مستمر، كل شهر لازم حلقه على الاقل. الاستمراريه دي اتحسنت من ادائه لحد من اخر السنه تنزل حلقه بتغير حياته تماما. في نوفمبر بينزل فيلم انترستيلر وبينجح نجاح مش طبيعي، ومن هنا جت فكره لاحمد الغندور. I knew about black holes, I knew about quantum mechanics, I knew about relativity, and the Egyptian public was very much interested in knowing what were the weird phenomena that happened in the movie. And so I thought I could do. وبتنزل الحلقه وبتنجح نجاح كبير، اكتر من 20,000 مشاهده في اول شهر بس، وتفاعل ايجابي مع الحلقه. كل ده ادى زق الغندور وساعده ان هو يقدر يكمل. اخيرا اسمه بدا يتعرف وفيديوهاته بدات تتشاف، وبدا يهتم اكتر بالترندات والاحداث اللي بتحصل وازاي يربطها باحداث علميه. فضل شهريا بينزل حلقه على الاقل، وبيتطور وبيتحسن ويذاكر موضوع ويعمل عنه كذا حلقه لحد ما وصل في 2016 لاكتر من 100,000 مشترك، وعمل تعاونات مع صناع محتوى تانيين. بس غندور كان عنده هدف ابعد من كده. حاليا بفكر بقى في كذا حاجه، يعني هل ابتدي اخد مبادرات تعليميه، هل ابتدي اطور في برنامج زي الدحيح ده ونبتدي يبقى حاجه تلفزيونيه او حاجه محطوط فيها بادجت. 2017 بيتم اعلان تعاون الدحيح مع AG+، المنصه اللي كانت مهتمه بتكوين فريق من صناع المحتوى، ولقوها فرصه مثاليه انهم يتبنوا مشروع الدحيح، مشروع من غير فريق عمل او استوديو قدر يجمع متابعين كتير جدا. فتخيل بقى ايه اللي هيحصل لو توفرت له الامكانيات. فابتدى الشغل على شكل البرنامج الجديد وشخصيه الدحيح. له كاركتر، شخصيه وحيده، انسكيور وقاعد في اوضته لوحده، فنلاحظ انه بيطلع دايما لوحده في البرنامج. تركيبه شخصيه الدحيح وعلاماته المميزه والاوضه بتاعته علموا مع الناس، والحلقات بدات تتشاف بالملايين. كل اسبوع حلقه بتنزل تنجح اكتر من اللي قبلها، والمواضيع بتتوسع وتتنوع اكتر. لو في سؤال فلسفي بنحاول نجاوب عليه، لو في مساله علميه مش مفهومه تتناقش في حلقه. كل اسبوع بينزل حلقه وردود الافعال ايجابيه. وبعد ما التعاقد كان على 12 حلقه بس، اتجدد لحد ما نزل اكتر من 230 حلقه للدحيح ومشاهداتهم بالملايين، والحلقات كانت اغلبها بتبقى ترند. بس للاسف كل ده مش هيدوم كتير. الغندور كان بيدرس في هونج كونج وبيكتب الحلقات وينزل مصر اجازه، يسجل ويرجع. بس الحلقات دي مش بتتكتب بسهوله، لازم قراءه كتب ومراجعه المعلومات عشان يقدر يطلع لك حلقه مميزه. والعمليه الصعبه والطويله ديت خلت الغندور مش قادر يوفق بين دراسته والبرنامج، والفيديوهات اللي بدات كشيء جانبي في حياته تحولت لبرنامج ضخم عنده قاعده جماهيريه كبيره دايما مكتوب حلقات ومواضيع كتيره مختلفه. وصعوبه التوفيق بين ده والدراسه خلت الغندور ياخد قرار انه يوقف البرنامج.
وقبل ما يوقف البرنامج وصل رساله لغندور من صاحبه انه يقدر يساعده في كتابه الحلقات. مش بس كده، ده كمان هيساعده في سكريبت الحلقات. وهنا ادرك الغندور انه مش هو بس اللي بيعرف يكتب، لازم يدور على فريق يساعده في الكتابه. وفعلا يبدا تكوين فريق الدحيح، فريق عمل كامل كان سبب في تكوين طفره كفيله ان خلت الدحيح افضل صانع محتوى في مصر. فريق قادر يحول المواضيع المعقده الى موضوع بسيط الناس كلها تقدر تفهمه، والسكتشات اللي عجبت الناس بقى ليها كاتب مخصص، والحلقات اللي ما بتشتغل 8 دقائق ممكن توصل نص ساعه وتجيب ملايين عادي. بعد النجاح الكبير اللي بقى بتحققه الحلقات ديت بقى حلقتين اسبوعيا. فريق لسه بيكبر وبيستعين بكتاب بره البرنامج يكتبوا لهم حلقات مواضيع مختلفه، مشاهدات بالملايين والتفاعل ايجابي، ودايما في طلبات لحلقات جديده. ومع فرحه فريق العمل بشغلهم اللي عمل ثوره في اليوتيوب العربي وقدر يكون قاعده جماهيريه بالملايين، ما كانوش يعرفوا ان هم يتحطوا قدام تحدي هيهدد مستقبل الدحيح. الدحيح بيروج للإلحاد. أصبحت فجأة ترى أن هناك أجندة وأفكار شيطانية يحاولون تمريرها إلى دماغك. حلقة إلحادية بامتياز. دحيح بينشر الإلحاد والعدمية والعبثية. من بداية الدحيح اتعرض لانتقادات كتير، بس أول مرة يكون الهجوم بالقوة دي. بعد نزول الحلقة انهالت الاتهامات عليه وإنه بيروج للإلحاد. الدحيح امتنع عن الرد لحد ما نزل كتاب ووصف فيه الهجوم بجملة واحدة: اتهامات العقيدة نوع من أنواع الابتزاز. برر موقفه إنه في الحلقة استخدم النظرية كمثال توضيح مش لأغراض تانية، وخصص فصل كامل يبرر بيه موقفه. والبرنامج اتحول من برنامج بيناقش فكرة أو موضوع مختصر لبرنامج بيتابعه قاعدة جماهيرية كبيرة، بقى ملزم إنه يتكلم عن مواضيع من كل الجوانب عشان ما يتهمش بالانحياز والترويج كرسائل خفية. وبعد الهجوم على البرنامج اللي كان سبب في حذف حلقة بعد نزولها بساعات بسبب غلطة فيها، بعد ظهور وباء كورونا يوصل للدحيح خبر ما كانش يتوقعه: تخلص رحلة الدحيح مع EG بلس بعد 3 سنين من الحلقات الأسبوعية. تعمل فيهم أكتر من 200 حلقة، جمعوا أكتر من نص مليار مشاهدة على فيسبوك وعلى اليوتيوب. بعد 5 سنين من تقديم الغندور للمحتوى 9 يونيو في 2020، والأول مرة في ميعاد الحلقة الأسبوعية ما يبقاش فيه حلقة للدحيح. حب الناس البرنامج خلوهم يعملوا حملة يهاجموا فيها EG بلس عشان البرنامج وقف، وبانت تأثيره والقاعدة الجماهيرية اللي بناها. والفريق اللي على مدار 3 سنين كان بيحاول يقدم أفكار جديدة ما تبقاش مملة ويطور من نفسه، اتفاجئ من دعم وحب الجمهور الكتير ليه للبرنامج، وبقى من فيديوهات علمية قصيرة حول لأهم برنامج عربي بيتابعوا الملايين اللي بيشيروا ويناقشوا الحلقات بعد نزولها. بس السؤال اللي كل الناس كانت بتسأله: فين الدحيح؟ في مخيلتي بقى ان انا اقدر اعمل انتاج احسن بانه حتى يبقى فيه شكل درامي كتير جدا من الحاجات العلميه يبقى فيها ممثلين. 2020 بيعمل الدحيح رجوعه مع منصة شاهد في برنامج اسمه متحف الدحيح. الشكل اللي كان متخيله غندور في الاول اخيرا اتنفذ. فريق تمثيل وعالم جديد اتكون، وفر مساحه وفرصه لتطوير البرنامج اكتر. موسم مكون من 5 حلقات كل حلقه عن شخصيه تاريخيه، مساحه اكبر لغندور انه يقدم ويطور من طريقه القائه. وجود فريق تمثيل كبير كان فرصه مثاليه لتطوير السكتشات، لكن كالعاده بيحصل الهجوم على البرنامج. البرنامج اتنقل من اليوتيوب اللي تقدر تتفرج عليه ببلاش للمنصه اللي لازم تشترك عشان تتفرج عليها، وده ما عجبش الناس اللي كانوا لسه متعلقين بشكل البرنامج القديم. كل ده كان سبب في هجوم الناس على البرنامج اللي غير في اساسيات شخصيه الدحيح وقطه اللي اتكونوا في 3 سنين. خلاص الدحيح راح لعالم الفلوس ومش راجع تاني. 2021 بيعلن الدحيح عن رجوعه الحقيقي، وبعد تجربته الاخيره عرف ان برنامج الدحيح ليه شكل معين الناس اتعلقت بيه. انا يا راجل ولا تسال عليا ولا تعبرني، المفروض ان هي افضل. في مطبخ هنا وفي حمام. تخيل عزيزي شقتي اللي فاتت كانت من غير حمام. مش الاوضه بس اللي اتغيرت، الدحيح نفسه اتغير، وفريق البرنامج بيكبر وبيستعين بناس تانيه. كل اسبوع حلقتين. اول اسبوع ارقام المشاهدين والمشاهدات على القناه الجديده تضرب في السماء، قاعده جماهيريه ضخمه بيدوروا على الدحيح في اي مكان يروح، ومواضيع وحلقات جديده بتتنوع. عايز علوم تلاقي، عايز تاريخ تلاقي، عايز رياضه تلاقي، حيوانات تلاقي. اي موضوع مثير للاهتمام بيتعمل عنه حلقه. وبعد موسم مثالي حقق ارقام عاليه بيحضر الدحيح للمفاجاه. 2022 بيقدم احمد الغندور برنامج جديد كروي بعد نجاح كل حلقاته الرياضيه، بس المره دي بشكل مختلف وخرج بره شخصيه الدحيح. ايوه يا كابتن سلامه، انتوا لا معاكم لقاءات ولا في استوديو تحليلي، عاملين برنامج ليه؟ واستفاد من تجاربه القديمه عشان يقدم برنامج فيه مساحه تمثيليه اوسع، وكالعاده بينجح البرنامج ويحقق نجاح كبير. وتفاعل الناس كان اثبات لموهبه احمد الغندور انه يقدر يقدم محتوى ناجح جدا بعيد عن شخصيه الدحيح. البرنامج ده بيلخص قصه احمد الغندور اللي دايما بيحب يقرا ويتعلم حاجات جديده، مش بيتقيد بمجال علمي واحد ولا برنامج واحد، ودايما بيسعى انه يتطور. غندور لسه مكمل، والدحيح اللي بدا من 2014 تطور وبقى يقدم شيء خاص بيه. عنده قاعده جماهيريه بالملايين بيستنوا فيديوهاته كل اسبوع. رحله ابتدت من تصوير فيديوهات بامكانيات ضعيفه لافضل محتوى عربي على اليوتيوب، وراه فريق كبير وجمهور بيدعمه بالملايين. شوف الفكر العام والفكر الشعبي، ايه الحاجات اللي احنا بنقعد نتكلم فيها على القهوه، وحاول اشوف اذا كان في كلام اكاديمي موجود لحاجه زي كده. I teach viewers so that by the time they know they're learning, it's already too late.